المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها مزارع الإقليم الجنوبي في أوضاع جيدة. سمينار تعليمي للدفعة 33 للخدمة الوطنية. حاكم إقليم عنسبة يلتقي سكان حيناب. واشنطن تعلن عدم معارضتها للعملية العسكرية التركية شمال سوريا. قارب صيد كوري شمالي يصطدم بسفينة دولية يابانية. وتحركات عالمية تنديدا بالتقاعس الإجرامي في مواجهة أزمة المناخ. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي أن المزارع في وضع جيد لمعدل هطول الأمطار الجيد في أغلب مناطق الإقليم، حيث وصلت المزارع لمرحلة الحصاد. وأوضح المدير العام للقسم السيد يمان أباي في الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة مندفرة في 3 أكتوبر أن أمطار الربيع استمرت من شهر مايو حتى منتصف يونيو، وأمطار الخريف من نهاية يونيو حتى منتصف سبتمبر، وتم زراعة مساحة أكثر من 156 ألف هكتار. وأشار إلى أن أنشطة تمهيد الأراضي الزراعية المسبقة ساعدت للوصول للنتائج الحالية، وقد بدأ المزارعون الحصاد وجمع المحصول، مؤكدا نمو جيد للمراعي. وذكر التقرير المقدم غرس أكثر من 1,000,000 شتلة لمختلف أنواع الأشجار. وطالب الاجتماع بتشجيع مبادرات المزارعين لإعداد السماد الطبيعي ودراسة والمكافحة السريعة للأنواع الجديدة من الحشائش المضرة بالمزارع. ودعا وزير الزراعة السيد الرفاعي نبرهي في المناسبة للقيام بأنشطة الحصاد والاستفادة الجيدة من خزانات المياه المشيدة، والدفع بأعمال حماية التربة وحفظ المياه والاستفادة من السماد الطبيعي. من جانبه أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تصفاتيون أن العمل المنسق وتنظيم الموارد البشرية يفعل تنفيذ البرامج الموضوعة. عقد المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى نايب سمينارا يوم 5 أكتوبر الجاري لأعضاء الدفعة 33 للخدمة الوطنية حول الاستثمار الجاري في التعليم وتحدياته. وهدف السمينار لرفع معرفة ووعي الشباب والطلاب بالمهام الجارية والاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة. وقال إن التعليم والعمل هما الأداة الأساسية في النضال الجاري لإحلال العدالة الاجتماعية، وأن الاستثمار الكبير يهدف لبناء مجتمع مسلح بالعلم والمعرفة. وأشار إلى أن عدد الطلاب ارتفع في سنوات الاستقلال من 245 ألف إلى أكثر من 600 ألف، وعدد المدارس من 258 إلى حوالي 1600 مدرسة، والمدارس الفنية من مدرستين إلى 8، وعدد المعلمين من 5200 إلى 18 ألف، مؤكدا بأن أغلب المدارس شيدت في المناطق البعيدة، والذي يعزز ترسيخ عملية العدالة الاجتماعية. وأوضح مدير مدرسة ورساي كالو الثانوي الأستاذ رؤوسهم قبرهوت وقائد مركز لتدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي أن كافة الجهود الجارية على مستوى البلاد موجهة للشباب، داعين الشباب لاكتساب المعرفة والمثابرة لضمان مستقبلهم والتحلي بالانضباط. وقدم الطلاب آراء تمثلت في ضرورة تأهيل المعلمين باعتبارهم ركيزة كفاءة الطلاب، وتضمين زيارة الأماكن التاريخية والأثرية ضمن المنهاج التعليمي وغيرها من الآراء. طالب سكان حيناب المتجمعين عام 2000 لدى لقائهم حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود طالبوا بإكمال مؤسسات الخدمات الاجتماعية في منطقة تجمعهم. ودعا السكان في اللقاء الذي جرى في 4 أكتوبر لإرساء مشروع مياه الشرب الصالحة والارتقاء بالتعليم المقتصر على برنامج عريوت ومحو الأمية والاهتمام بمشكلة المواصلات. وأكد السيد الحاكم اهتمام إدارته بتمهيد الأرضية لتحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وحثهم للاستفادة من مياه نهر عنسبة في الزراعة المروية. وتبعد حيناب الواقعة في ضاحية شاكا وقريت بمديرية أصمات تبعد مسافة 52 كيلومتر إلى الشمال من حاضرة المديرية أسندا.
تم إحياء السادس من أكتوبر اليوم العالمي للإعاقة الذهنية على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار لنمضي معا. أوضح رئيس جمعية الإعاقة الذهنية العقيد برهان بخراطيون أن الإعاقة الذهنية تعيق القدرة على الحركة، وعلى أولياء الأمور التعرف سريعا على المشاكل الصحية لأبنائهم وفتح فرص المشاركة الاجتماعية لهم لانتشالهم من العزلة. وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر عام 2013 إلى أن 60 إلى 80% من المعاقين ذهنيا استطاعوا إكمال التعليم الثانوي، ومن 14 إلى 25% التعليم الجامعي، واستطاع من 14 إلى 28% من تكوين أسرة. وذكر عضو مكتب متابعة إعاقة الأطفال في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد يارد هابتي أن الأطفال المعاقين بإمكانهم أن يكونوا منتجين إذا وجدوا الرعاية الجيدة. تلقى 160 طالبا محتاجا من 11 مدرسة بضاحية دونغول والعلاي وتحتاي والثلاث الضواحي من مدينة قندع دعما تمثل في الأدوات المدرسية. وأوضح ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة مريم أحمد أن الأدوات المدرسية قدمت للمحتاجين بعد التدقيق من لجان المدارس والإدارات بهدف تمكينهم من مواصلة الدراسة وعدم مقاطعتها بسبب المصاعب الاقتصادية. وقال أولياء أمور الطلاب أن الدعم ما يشجع أبنائهم لمواصلة التعليم والمنافسة. عقد في جلاس بمديرية حقات سيمينار في 2 أكتوبر لرفع معرفة المرأة في القانون والحقوق والواجبات والمساواة. وشاركت في السيمينار الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة حوالي 100 امرأة ناشطة في مختلف المهن. وأوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في الفرع السيدة ترحاس نرأيو أهمية التنظيم ونقل التجارب ومعرفة الحقوق والواجبات والقانون، بالإضافة إلى دور ومساهمة المرأة في رعاية الأسرة. من جانبها أوضحت مسؤولة الإدارة والمالية في الفرع السيدة صيون عقبة مكيل أن الاتحاد يقوم بأنشطة التوعية لتعزيز مشاركة المرأة الواعية في التعليم والصحة وبناء أجيال واعية. قدم رئيس المحكمة العليا في إقليم عنسبة القاضي عبد العزيز عامر شرحا حول الجريمة وتأثيرها ودور الوعي في السيطرة على الجريمة وختان الإناث وزواج القاصرات وأضراره والقانون المدني والجنائي ودور ومساهمة المحاكم الأهلية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الضوء الأخضر لعملية تركية مرتقبة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة لن تتدخل بينما تشن أنقرة عمليتها التي خططت لها طويلا. وتظهر هذه الخطوة تحولا بارزا في السياسة الأمريكية وتخليا ملحوظا عن الفصائل التي تحالفت مع واشنطن في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على أجزاء من سوريا والعراق. وانتقد البيان الذي صدر عقب اتصال هاتفي أجراه ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية لعدم إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية واعتقلوا في شمال سوريا. واتفق أردوغان وترامب في اتصال هاتفي على عقد لقاء في واشنطن الشهر المقبل للتباحث بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا بحسب ما أفادت الرئاسة التركية. اصطدم قارب كوري شمالي بسفينة تابعة لدورية وكالة صيد الأسماك اليابانية في بحر اليابان، ما أدى إلى سقوط نحو 20 شخصا في المياه وفق ما قال خفر السواحل الياباني. وأكد متحدث باسم خفر السواحل الياباني لوكالة فرانس بريس أنه تم إنقاذ 10 أشخاص لكن لم يتم التأكد من حالتهم بعد. وقال ساتوشو كواهارا المسؤول في وكالة صيد الأسماك اليابانية للصحفيين أن سفينة الدورية أرسلت تحذيرات إلى سفينة الكورية الشمالية لمغادرة المنطقة التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وانقلبت السفينة الكورية الشمالية التي يعتقد أنها سفينة صيد بعدما اصطدمت بقارب الدورية الياباني أوكونو. وأفادت وسائل إعلام
محلية يابانية أن أحد من أفراد طاقم السفينة اليابانية لم يصب بأذى. وقع الاصطدام على بعد نحو 350 كيلومترا شمال غرب شبه جزيرة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا في وسط اليابان، بحسب ما أكد كازوما نوهارا المتحدث باسم خفر السواحل الياباني. بدأ ناشطون في منظمة غير حكومية من سيدني ولندن مرورا ببرلين عصيانا مدنيا من المقرر أن يستمر 15 يوما في أنحاء العالم للتنديد بالتقاعس الإجرامي للحكومات في مواجهة تغير المناخ. فبعد تجمعات أولى في نيوزيلندا وأستراليا حيث وقف عشرات المتظاهرين، أطلق ناشطو الحركة تحركاتهم في أوروبا وفي لندن التي يبدو أنها ستكون مركزا رئيسيا لهذا الحراك. قيد بعض الناشطين أنفسهم عند الفجر إلى مقطورة تحمل صاروخا باليستيا مزيفا على تقويم وزارة الدفاع لحض الحكومة على استخدام الأموال العامة لمكافحة التغير المناخي. وقد أعلنت شرطة لندن توقيف 21 شخصا إثر هذه التحركات، بعضهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. واستقطبت مراسم افتتاح لهذه التحركات مئات الأشخاص في وسط لندن، ويعتزم المتظاهرون إعاقة الحركة عند محاور رئيسية في المدينة. وتأمل المنظمة في جمع 20,000 شخص إلى 30,000 في العاصمة البريطانية على مدى أسبوعين من التحركات الرامية لشل الحركة في 12 موقعا، أكثريتها في محيط ويستمنستر حيث مراكز القرار الأساسية في البلاد. منحت جائزة نوبل للطب للعام 2019 إلى الأمريكيين ويليام كايلن وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم. وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات القرار أن أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون، إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزا لفترة طويلة. وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن كل عام، وتكرم الجوائز الإنجازات في مجالات العلوم والسلام والأدب، وتمنح منذ عام 1901 بناء على وصية الفريد نوبل مخترع الديناميت. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.